المعاينة مش مجرد نظرة سريعة، المعاينة بتحدد هتوفر ولا تخسر في التشطيب. أول خطوة بنبدأ بيها نفهم العميل عايز إيه بالظبط، إيه الستايل بتاعه، إيه الميزانية، استخدام الشقة، لأن ده بيحدد كل قرار بعد كده. تاني خطوة بنقدر نرفع المقاسات بدقة، بنرفع مقاسات الشقة بالكامل بدقة، لأن أي غلطة هنا بتساوي مشاكل في التنفيذ بعد كده. تالت مرحلة مراجعة حالة الشقة، بنصور الحوائط والأرضيات، بنفحص الحوائط والأرضيات والأسقف ونتأكد مفيش شروخ أو مشاكل إنشائية فيها. المرحلة الرابعة تحديد أماكن السباكة والكهرباء، بنحدد أماكن السباكة والكهرباء وهل هي محتاجة تعديل ولا مناسبة للتصميم. المرحلة الخامسة بنراجع المناسيب، بنشوف فرق المناسيب في الأرضيات لأن ده بيفرق في التشطيب النهائي بشكل كبير. الإضاءة والتهوية وفتح الشبابيك، بندرس الإضاءة الطبيعية واتجاهات الشقة عشان نطلع أفضل توزيع وتصميم ممكن. النقطة المهمة تمييزك عن المنافسين، المعاينة عندنا مش بس ملاحظة، ده تقرير هندسي بنبني عليه كل خطوة بعد كده. عشان كده في نوفو ديزاين بنبدأ معاك من المعاينة ونفضل معاك لحد تسليمك مفتاحك. في الآخر المعاينة مش رفاهية، المعاينة هي اللي بتحدد هتدفع كام في التشطيب.